الكلام اللي كاين في الدستور، لا بين الله يستر بينه هذا زمن الشعوب وبين الكرامه والحريه تكون مصطلحات مقيده بالواقع. اما ما نعيشه اليوم الاخوان راه لا علاقه له لا وحق ديال الاخوان. هل استطاع المخزن ان يقنع الشعب بالدستور؟ واش الاخوان كاين شي نقاش الان في طنطان بانه الدستور هذا يعبر على اراده الشعب؟ واش كاين هذا الشيء؟ كاين 100 درهم هي اللي دايره. كاين فيديوهات كيشوفوا الاخوان بان المراه شارقه على مقدم حط هي 100 درهم. كاين في القنيطره كاين فيديو عطيونا رصلاح خرزقنا نمشيو بحالنا. هذا الشيء الاخوان بالعلاني وبشهادات موثقه بالصوت وبالصوره. حنا نستهجن هذا الفعل لاننا حنا مستعدين ان نصوتوا بناء، لكن اذا استطاع المخزن انه ياكد لنا بان حريتنا وبان كرامتنا وبان العداله الاجتماعيه اللي كانت من اهم المطالب اللي في الحرب العربيه الصغير ممكن حنا من خلال قراءه الدستور ما كاينش هادشي ولا جديده، لا جديده تماما. لان حنا ماشي هو الشعب ديال الستينات او الشعب ديال السبعينات او الشعب المستقبل، لا حنا الان شباب شفنا بانه هذا الاشكال لا تعبر من بعيد ولا من قريب على اراده الشعب. فلهذا نتحدث حنا الان التوكيل علينا الاخوان. واش غنديروا الزمامه هنا؟ واش غادي يفرقوا ب 100 درهم؟ اولا الشعب فقراء بحال بحال، لكن قوه كما نقولوا هي التوعيه ديال الشعب. هما مزروبين 20 عام 40 عام 100 عام كونوا على يقين بان اراده الشعب والله هي اللي غتشرع. اسمعها المخرج والله ثم والله عقيد بأن التغيير في المحل الشعب من سيبقى إلى 5 إلى لا فيه هو اللي غادي قراءة التاريخ وقراءة التجارب الإنسانية إلى المخزن باش